الولاد وبقات بوحديتها لا عتق من يتق. منذ ان هجرها الطليق ديالها في الدار وفي الفراش وفي كل شيء ودا الولاد وبقات بوحديتها لا عتق من يتق. وما كنقدرش نمشي نعاود مشاكلي للوالده ديالي وبقيت ساكته 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 حيت ملي كنمشي عندها كتلومني علاش ولدتي ربعه اش دا كيتشري الصاك غالي، يعني كتبقى تقلب على الاسباب وما كتلقاش تقلب الحلول. الوالده ديالي في شكل لان حتى هي دايره بها واحد الناس من العائله لا سامحهم الله، وانا ما بغيتهمش نعتبرهم عائلتي زعما من انف صاعدا. كيقولوا لها هي اللي صعيبه وهي اللي دارتها راسها وكيردوا لي ديما اللومه. نرجعوا للعكاشه، واحد التجربه مريره ربي لا يعاودها مره اخرى. شنو بدل الحبس في سكينه؟ بدل فيا كلشي. شنو بدل فيك هذا كلشي؟ بدل فيا بعدا غير السيستم ديالي بالنعاس والفياق. كان ديما عندي مشكل مع راجلي، ما كنقدرش نفيق في الصباح. ضروري نرجعوا نمشيو هو محور ودود نوعان. ودود نوعان. انا في السكينه الحب صعيب اختي اش من الحب هذا؟ عنيف هذا الحب اللي ما يدخلش الحبس ماشي حب. الله يا اختي الله. الله لا يا اختي الله. لا حيت هضرت وصلت ليها كاع داكشي كان كيقول لي وصلت ليها. كيقول لي تفرع لي غتجيبها في راسك غدير. اش تعلمتي من الحبس؟ تعلمت ان الفياق دوي معايا الفياق والنعاس. الفياق بكري، الشقا بالتيدو جافيل والميناج والكراطه وداك الشيء. تعلمتي تشقاي؟ كنت كندير غير الميناج الكريميني والاسبيغاتور والكوبولد وتيرموميكس وداك الشيء. وليت دابا الا ما حكيت بالتيدو جافيل انت كتشقاي في الحبس سكينه؟ ضروري ضروري، حيت دابا تحطيت في عزله امنيه واخا تعطي ريشارجر ما غتفك. واخا عزله امنيه كنتي كتنعسي مع البنات؟ لا غير انا وواحد السيده. عرفتي راه صحاب التشهير راه مصيبه. مزيان انكم جوج كنتو كتنعسوا مع بعضياتكم جوج بنات. ودابا اما حنا هكا ولا كنا نعسناك مع بزاف تقولي الكتيبه. لا نعسنا بزاف. جربت هكا وهكا ومن بعد نعستي انت بجوج. جربتهم صافي تقطعي. انا نقطع. انت وليتي تقطعي بيدك. انت وليتي كلشي تبارك الله عليك. كولي بنتي بصحتك وراحتك. وما كليتيش؟ انايا ماشي مشكل، انا مولفه كناكل التميره. هي الاولى بلاتي المعيده. بسم الله بسم الله. المعيده ما نقدرش ندخل عليها هاد البيتزا قد هكايا. دابا راني كبرت المعيده ولات على قد الحال. شرب واحد كويزه صداقه صغيره وغزاله وشباب. الله يبارك فيك. انت والسيده اللي كنتي معاها في السيلون شنو التهمه اللي كانت عندنا؟ هي تشهير. لمن؟ طريقها. على ولد ما بغاش يخلص لهم من المدرسه. وليداتهم عيتي عندها 4 اولاد نفس القصه ديالها. صافي كنتو تعاودوا. هي تسرح وانت تردي وتسرحي وهي ترد. بعدا دوزتي ديك 3 شهور بعدا موانسه. لا طيبت قلبها. طيبتي لها قلبها. ما عندي الدودو نوعان. الماكله شنو كنتي كتاكلي؟ ما كنطابير. اشنو؟ الصباح كتفيقي مع اش كتفيقي الصباح؟ الصباح كيفيقوك ملي كتجي موظفه خصك تفيق. انا كنت كنفيق مع 5 الصباح. صافي كنفيق كنبدا الميناج. من الناموسيه الميناج. من الناموسيه الميناج. خصك تحكي الطواليت. كاين اللي كيمشي للحبس كيتقرب من الله كيقرا القران كيصلي كيدير. حيت الصباح ما عندكش الوقت. حتى كتديري هذا الميناج وتسري كلشي عاد كتهزي القران وتصلي وتقراي. ملي كنسالي كنهز الكتوبه كنقراهم وكنجلس نكتب. هذا هو النهار ديالي غوصو مود. كتفيق الصباح للشقه. خاص داك ما كنقدرش نشم ريحه الخمس وريحه الطواليت كتعطيه وداك الشيء. سي نورمال بنادم بزاف. وهذا خصك تعاودي تحكي داك الارض. وحنا بعدا السيده اللي كنت معاها مسكينه كنا كنحكوا حتى الحيوطه. مزيان. تضيعي الوقت. كتضيعي ماشي باش تشمي على الاقل الريحه ديال ساني كروا وريحه جافيل. انا ما عندكش الحق تدخلي ريحه الشاب ما كتدخليهاش. ولا معطر الجو ولا ما كاينش معطر الجو. ما كاينش البخور ديال العود سرغينه داكشي كلشي لوكس. ما بقاش كان يعني ابسط الاشياء في الحياه اللي كانت كتبان لنا عاديه ما بقاتش. عرفتي بقيمه الحريه. عرفت بقيمه الحياه. انا في الحبس فين كيعرف اذا بقيمه الحريه وبقيمه الحياه. وندمت علاش داك العام كله جلست كنتغبن في الدار وكنبقى نعسى بالنهار ونفيق بالليل ندير لايفات. كتقولي علاش كنقولوا الحبس ما تبغيش العدوك؟ يعني كتبوا على شي واحد كيف ما كان نوعه. هادشي اللي كان. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما عادش كتفطري؟ كنفطروا فاش كيجيبوا لك
معايا كيحلوا عليك تقريبا. حيت كيحلوا عليك الباب وكيجيبوا لك الفطور. تكون مع ديك العشرة من الخمسة وانت فايقه ما تتفطري حتى العشرة. 9 العشرة هكذاك تيجيبوا لك الصيام المتقطع. شنو كيكون في الفطور؟ الفطور. مرة تكون بصارة، مرة كتكون حسوة، مرة كتكون كيجيبوا لك باريزيانة. كل مرة شنو كيجي. شنو فطور كومبلي متكامل. كتفطري كنتي كتاكلي مفتوحه لك الشهيه، فتحات لك ولا تسدات لك الشهيه في الايامات الاولى؟ لا الايامات الاولى ما كنتش حاسه بالحرب الحبس، لان قلت كنت مع البنات كانوا كيغنيو ليا، كانوا كيصفقوا عليا، كانوا كيبغيو يشطحوني. اغاني الحبس تعلمتهم كاملين. شنو هما الاغاني الشعبيه؟ قول لهم لي اختي شنو هما اغاني الحبس. تحيه للنساء السجينات مساكن الله، حتى الرجال الله يفرجها على كاع المسجونين. تحيه للمسجونات مساكن وبنات الاحياء الشعبيه ديال كازا خصوصا. رجوله كنحييهم نديروا لهم قلب. كان فريمون الرجوله والمواقف وتموت معك. شي وحده بالنسبه لمولينيكس مع الام ديال شقرون، هادو بجوج ضموا من كتولي كتخلطي ها اللي جنايات قاتل مع واحد غير قال كلمه وما وزنهاش ودخل بها الحبس. وعاد لي طواليت كيف ما قلتي شنو هي الدخول للطواليت حدا الناس وبالليل الناس كيدخلوا وكيفيقوك ما تقدرش تنعس، ودقات الحبس كتفيق بعد 5 الصباح وبزاف ديال الاشياء. كنتي كتنعسي سكينه؟ كنت كنعس الحمد لله. على شحال من نهار تاقلمتي وقدرتي انك تنعسي؟ لا نعس من ديبار، حيت انا الحمد لله ربي عطاني واحد طاقه تحمل زوينه، واحد الايمان في قلبي. كنت كنقرا بزاف وكنحافظ القران وداك الشيء. ربي عطاني الثبات والايمان، حيت كتجي كتوصلك خصهم يعرضوك على بسيكولوج. عرضوني على بسيكولوج لقاني الحمد لله في كامل القوايا العقليه مزيانه وداك الشيء. الحمد لله. والايمان ديالي هو اللي عاوني، زائد الكتابه كانت بحال واحد المعالج نفسي ديالي. وكنشكر واحد السيده سلناج اللي وقفت معايا في الخفاء، ماشي بحال اللي كيوقف وكيبقى يقول انا وقفت مع سكينه بن جلون وجمعت لها ودرت لها داكشي، ما كاينش. كانت كتصيفط لي كتب برقم الاعتقال ديالي، هذيك هي اللي فريمون صديقه لهذاك. ومازال ما لقيتش كيفاش نتواصل معها، لان تليفوني راه كما قلت لك باقي ما اكتيفيتش النمره، باقي النمره ديالك ما جبتهاش 3 شهور باقي ما جبتهاش. وملي دخلت لداري مازال ما لقيتش لي شارجور ديالي. يلاه كي دابا قلت لكم شارجيوه ليا، الا فاش كنمشي عند شي واحد كيعطيوني الويفي كنتكونيكتا وكيشارجيو ليا. دابا خدي شي بيس كما كانت كل مره كيعرضوا عليا المحسنين. المحاميه ديالي مسكينه هي اللي مقاوياني، وما بغيت حتى شي واحد من عائلتي يبقى يتواصل معاه بالخصوصي، لاني انا دابا قطعت التواصل على كل شيء غير باش نعرف ندير واحد البوز في حياتي ونعرف شكون هادو اللي كيأثروا على الوالدين ديالي. لا ما ديرلهاش، لا عندها كل شيء، راه كذا يعني. كنت كنبقى نهضر معاهم بحال كنكب الماء في الريح. الوالده ديالك ميسوره؟ موظفه والحمد لله ماشي موظفه الوظيفه العموميه في وزاره التشغيل. كانت استاذه في لو اف بي بي تي، وخلات ليها مها واحد الدار دابا كارياها، وعندها واحد الدار اخرى انا كانت ديالي حتى هي كتسكريها كتاخذ كراسه ديالك. الدار في سميتك؟ دار في سميتي كان شراها ليا با فاش كنت طالبه. باك اللي هو جدك؟ انا بن جلون بابا انا. السيد اللي يعني اللي والدك اللي كنا كنلقاو في المحكمه؟ هي السيد اللي والدني. وكانت في سميتي قبل ما نتزوج بالطريق ديالي. كانوا شراو لي دار غير صغيره في السكن الاقتصادي في الضحى. كان شرا لي دار. فين في سميت؟ لا في صلا. شرا لي بابا دار وشرا لي طوموبيل قبل ما نتزوج. باش نتزوج بالطريق ديالي كانت ديجا عندي داري وطوموبيلتي. كان هو فاش حيت كنت مشيت نسكن معاه في طنجه، وكنت باقي كنقرا في الرباط. ملي كنجي نقرا في الرباط كتكون عندي دار. دونك لابارتمون ديالك كارياها الوالده ديالك هي اللي كتاخذ كراها؟ هي كتاخذ كراها. وهذا الوقت اللي انت محتاجه فيه قلتي لي ما كتلقايش باش تفطري سكينه؟ ولكن ما كنقولش لوالدي يعطيوني، انا كنت كنصيفط لهم فلوس تيك توك. عمري ما كنقول لهم عطيوني والديا. كيفاش كنتي كتصيفطي فلوس تيك توك؟ يعني فلوس اللي باش وقفت على رجليا ودرت كندير لايفات في تيك توك ودخلوا لي المداخل، صيفط لامي وصيفط شحال ديال المداخل كانوا كيدخلوك؟ كانت قدرت انني نوفر واحد 5-6 المليون في الشهر. صيفطت عليهم. وصيفطت عليهم يعني فاش يعني هذاك الشيء علاش انا دابا. شحال صيفطتي لهم من مره؟ شحال من شهر؟ صيفط لهم شهر بعدا كامل. المدخول ديالو كامل صيفطته للوالد ديالي. كان عنده حتى شي مشاكل. 50,000 درهم كلها؟ تقريبا شي 45,000 درهم، حيت كيحيدوا لك وفاكاش وداك الشيء.
والوالده ديالي كنت صيفط لها مليون ومن بعد صافي تشديت. وداك الشيء الاخر يلاه كيخلص دوك المصاريف ديالي اللي كانوا عندي، الماء والضو، الخادمه المنزليه اللي كانت معايا اللي كان المشغل ديالها هو الطليق ديالي، كانت باقا ساكنه معايا. كنت خلصت بها طوموبيلتي، كنت ديك الساعات يلاه قديت نخلص ليها الفيدونج ديال هذه 6 شهور، ما دابا بقات حابسه خصها عاوتاني فيدونج اخر. نعم. الاب ديالك فاش خدامه سكينه؟ الاب ديالي دابا ما خدامش. الاب ديالي متقاعد؟ لا ما متقاعدش. الاب ديالي كان عنده سميتو، كان عنده الاراضي وكان عنده مشاريع ديالو ودار فايت للاسف. وانت باقا صغيره؟ لا دار فايت حتى 2016. وكانت عندنا ارض فيها 147 هكتار في بلان سونتر ديال فاس، فيها ار بلس 7. وجات الدوله دارت بحال هذا نزع الملكيه وتبدل البلان داميناجمون ودخل بلان داميناجمون جديد. وانا اللي كنت خصني نتكلف البا، هذا هو الدومين ديالي ديال الدكتوراه فيه، كنت غنتكلف البا باش ندير ليه التعرض، ما درت ليهش التعرض. ايوا مسكين عطاو له فيها. كان كيصرف عليك فاش كنتي صغيره سكينه؟ كل بالكاتاي كل كويسيراتي؟ وي. الوالد ديالي طبعا كان كيصرف عليك. طبعا كان كيصيفط ليا. واخا دابا حنا دابا المشكل اللي وقع لانه فاش طلقوا كانت خرجت لي نفقه ديال 400 درهم. وكان ديك الساعات نزاع كبير بين الوالد ديالي وبين ماما كتقول لك لا ما كانش كيعطيها. وبا فاش كبرت وراني يعني لي فاكتور ديال المدارس اللي كان كيخلص عليا وداك الشيء. وفاش وليت انا كنفهم شويه ملي درت انا 12 عام ولا 18 عام، انا باقي كنعقل الوالد ديالي جاب ليا، كان غيمشي للحج وجاب لي ديك الساعه شاك فيه 4 ولا 5 مليون. كنت كنعطي كلشي لماما، يعني اي فلوس كان كيعطيهم لي. ملي مشيت نقرا في باريس هو اللي عطاني، هو اللي قراني في باريس، راه غالي الكرا في باريس وديك الشيء. كان عطاني شاك ديك الساعات واش 20 مليون ولا شي حاجه. وكنت اي درهم كنعطيه للوالده ديالي. شكون اللي قرب للسكينه بزاف، ماماك ولا باباك؟ الوالده ديالي هي قريبه لك اكثر. ولكن ما كنعاود لهاش كاع مشاكل، حيت الوالده ديالي دابا كبرات وفيها طونسيون سكر وما كتقدرش تستحمل المشاكل. دابا هي الفعوت ما تعطيني القوه في عكاشه، هي اللي كتريبني. وعلاش باقا بنفس الحوايج السكينه؟ حيت ملي مشيت لداري قلت لك ما لقيناش الموضوع. واخا ما قدرتيش انك تمشي مثلا تاخذي شي حاجه؟ يلاه كي هزيت بيجامه قالت لي صافي انا غنعطيك داكشي يلاه معايا. مشيت مع الاستاذه المحاميه لدارها. مشكوره على هذا يعني ما خرجات من الاطار اللي هو حيت كانت مهني الانساني. قالت لي جمعي حوايجك. غير جيت نحل بلاكاري بقات يدي كترعد رجلي كترعد مع ديك الصدمه ملي ما لقيتش نتاعي. وكنت كنوصل الوالده ديالي كنقول لها ماما ذهبي ماما داكشي اتونسيون حويجاتي. قالت لي ما تفكري كتفكري في الفلوس وانتي في الحبس، ما تفكريش في الفلوس دابا انتي في الحبس، ما تفكري في حتى حاجه. بالنسبه لي انتي في الحبس ما خصكش تفكري. شحال ديال الذهب مشاركه سكينه؟ ايوا مازال دابا مازال ما عرفناش انا تقريبا زعما المبلغ المالي شحال ديال الذهب. فلوس صحيحه اختي ما غنقولهاش لان المغاربه غيبقاو يتشوكاو ويسحب لهم. راه كنزيد فيه، خليها على الله وصافي. الطريق ديالي راه عارف شنو مشى ليا. نسي الطريق ديالك. هضري لي على سكينه. انا بغيت هو يحس. هضري لي على سكينه، انا بغيت نعرف سكينه. تاري نمشي. وداك التدوينات ديالي هما اللي كنعبر فيهم على المعاناه ديالي، شنو كنعيش، الضغوطات. لان دابا في داخل الحبس ولاو عندي ضغوطات كبيره، ولا عندي اتصال غير مع امي ولا مع با. يعني وليت كنسمع شي هضره اللي كدور وكنشوف الناس اللي كيدخلوا بيناتنا. عاد تما فين عقت شكون اللي خلط بيني وبين الطريق ديالي باش تفاقمت الاوضاع لهذا الشيء. لان النهار اللي وقع لنا المشكل حنا النهار الاول قبل ما تبان سكينه بن جلون كاع في السوشيال ميديا، وفعلا علاود الساك وضربنا ومشيت ديكلاريت به عند الجدارميه، حيت اتصلت بالورق من الخليه العنف ضد النساء. وكنت ديك الساعات انا متشبعه بالافكار النسويه ولا للعنف ضد النساء وما تقيسنيش. وبالنسبه لي دار لي راه كوفر عليا ودني راه ضرب. واخا يعني هو كان الاول ليا يدي وداك الشيء، ولكن هو بالنسبه لي لحد الان تينكر. ما عندناش مشكل. يعني سكينه واش ما حتىش كندوروا نعاودوا نرجعوا ليه؟ ضروري نبقاو نهضروا عليه. لا ما نهضرش عليه لان ما باغيش العوده السريعه، ولكن لا ماشي على العوده السريعه. ما تنتكلموش على العوده السريعه ولا ماشي داكشي. حتى شي واحد ما كيدخلش واحد للحبس. القضاء هو اللي كيشوف، هو اللي كيفصل. انا بغيتو اليوم الا كيتفرج فيا يسمع هذه الحقيقه وكيفاش سكينه بالجنون كتفكر وكيفاش دارت اعاده النظر في هذا المشكل ديالها كامل. بفضل هذا السجن ديالي ديال عكاشه، بفضل هذه الكتابه اللي بقيت كنكتب باش نعاود
نحلل هذا المشكل اللي وقع ليا من زاويه اخرى، ولكن ماشي من زاويه ديال لا حقي ولا للعنف ضد النساء وتكرفتي عليا وسديتي السرسي وهذا والضرب والجرح. لا، ماشي غناخذ حقي بهذاك، من واحد المنظور ديال هذه ازمه تواصل، ما تواصلتيش معايا، حرمتيني من التواصل معاك، سلبتيني في حقي من التواصل معاك. هذاك الشيء اللي سكينه ما لقاتش لا من تحت الراس، ما لقاتش العائله اللي تحتويها. للاسف الام ديالي ما جاتش عندي تسكن معايا في الدار ديال البريستيجيه، كتقول لي ما كنحملش كذا ما كنحملش كذا. حتى اللي قلت لها امي غير جلسي لي في داري، قالت لي واش انت اللي غتخلصي لي زعما نهز عليها المصاريف ديالي حتى براسها موظفه، باقا موظفه. الوالده ديالي خرجت مازال ما عرفتش عندها 66 عام، ولكن ما فهمتش علاش مازال ما خرجتش التقاعد. قالت لك هي باقا خدامه. مي كان النهار الاول شي واحد امي ولا با يجيو يجلسوا معايا ونقابل الاربعه د الاولاد، ما كناش نوصلوا لهذا الشيء. ولكن هما في الاول هما تيقولوا لي تنازلي على ولادك. نعم. وتشديت وبقاو كيجيو عندي للزياره. جا عندي البا في ديسمبر شي 4 الخطرات، كل مره كيجي عندي هو وخويا وكيقول لي تنازلي على ولادك تنازلي على ولادك. واحد الساعه صافي انا ديك ملي كيجيو عندي باش يقول لي تنازلي على ولادك باش تخرجي، لان واش الشرط الجزائي اللي عطاني هو مقابل التنازل دابا ديالي. خلينا نهضروا، عاودي لي على قديش. حياتك في السجن. نساي دابا، ما تعاوديش، ما تبقيش خرجي من هذاك المشكل اللي عندك وبداي حياه جديده، وعاودي لي على تجربتك في السجن سكينه. تجربه صعيبه بزاف. اول نهار دخلت فيه سكينه للحبس، كولي بعدا كولي اختي، ناخذ خبز كولي راكي مشهيه باش يجيب لك الخبز. تشيد الزعلوك الحبيبه ديالي، حيت 3 شهور ما كليتوش. شهيتي الزعلوك اختي، ها هو زعيليك اختي طيب ديال الدار. تشيد الدنجال قولي اختي 3 شهور ما ذقت الدنجال، بالرغم من قلتي لي ما كنتيش كتاكلي الدنجال. ما كنتش كناكلو، ولكن توحشتو مني دوزت عكاشه. توحشت هاد الوكلات نشاركوا الطعام. شاركوا الطعام. توحشت الحوت مقلي، توحشت هو جبنا لك الحوت مقلي، هو زعلوك، هو الدجاج في اللاطه، هو نعمل على الجبن، البيتزا، هو تبارك الله كل شيء قدامك. مرحبا والف مرحبا. الله يكبر بك. فطري وكولي كاع داكشي اللي كان نفسك فيه. راه ماشي سهله 3 شهور ديال الحبس، راه ما سهلاش سكينه، ما سهلاش. و لقيت الشهره هي اللي سهلت عليا الادماج في وسط الحبس. قبل كاتاي ولا عصير؟ عصير. كيفاش الشهره يسجل؟ دخلت تقريبا بزاف الساجنات كيعرفوني اللي كانوا متبعين لافير ديالي ولا اللي تشدوا من مورايا، يعني ولاو كيعرفوني. بقاو تعيطوا لي بنجلون. كاين هما اللي عطاوني الحوايج النهار الاول، لان وقع لي مشكل ما لقيتش البيجامه ما لابس داخليه لا حتى شي حاجه. هاد الحوايج اللي دخلت بهم هما اللي بقيت كنصبنهم ونشر في الكريه. وكان داك البرد اقصى برد داز في المغرب، يعني من نهار اللي خلاقيت دابا هو هذا عاد فهمت المعنى الحقيقي ديال سير الزكلاصه في عكاشه، حيت الزكلاصه فين. لا، المعنى الحقيقي ديال سير الزكلاصه في عكاشه هو اللي حسيتي بها اللي ما دوش عكاشه ولا ما دوش السجن ما عرف والو في الحياه. حيت اختي ما بغيناش نعرفوا الحياه الا كان بحال ما هكا. الله يستر الله ينجينا. ولكن كتولي كتعرفي القيمه ديال اي حاجه في الحياه. هذاك الشيء علاش انا دابا ملي درت اعاده النظر وكنت كنشوف راسي غنعاود نتزوج براجل اخر ونهاجر ونمشي يمكن الميريكان ولا نمشي لشي دوله اخرى نعاود حياتي وننسى عليا انا هاد المشاكل، ما قديتش. قلت انا درت الفلوس وتخيلت راسي في ديك الحياه، وانا درت الطوموبيلات وانا درت الفيلات. ايوا ولادي ديك الساعات يكبروا ناكريني، نعاود نعيشهم نفس الاحساس اللي عشت فيه انا فاش من نهار امي تزوجات وما عمري ما قلت عليها. ها انت قلتيها ليها. ودابا انا ما نبغيش ولادي حتى هما يسمعوا امهم تزوجات وتبقى لهم الغصه في قلبهم. نعم. قولي لي كيفاش دوزتي اول نهار في الحبس؟ كاينه بن جلون، هبطات الحراسه النظريه، هبط الجول في الليل. واخر كلمه قال لي غنربيك، وبقات فيا الحال وصافي اندهشت. ملي مشيت دخلت بالابتسامه ديالي. دخلتي العكاشه؟ دخلت العكاشه. ديك الدخله عاقله عليها. الدخله عاقله عليها وما كنظنش خاصني ما عرفتش عندك نوصفو ندخلو في مشاكل. ديك الدخله وديك التقليبه وديك اجراءات قانونيه وضروريه. راه حبس هذاك داكشي شوك، راه حبس صدمه. وعاد داك المونطو ديالي اللي بقيت به كندوز فيه جالسه بقيت لابسه به، هو اللي كنعس به، هو اللي نعس فيه على الضص والبرد، ما كنحيدو لا ليل لا نهار. هذاك هو اللي عتقني، داك المونطو الكحل الغليظ ديالي، هذاك هو اللي عتقني في هذا البرد ديال العكاشه. وطبعا دخلوني مع البيت ديال بواجده.
وكنشكر كاع الساجينات اللي حنوا عليا ولا اللي وراوني. شنو البواجده؟ الناس الجداد اللي كيكونوا جداد داخلين في كنقولوا عكاشه بوجادي زعما بوجاديين، كيدخلوا كيداروا في واحد البلاصه عاد باش كيديروك في غرفه احتياطيه، عاد باش جا الامر من الفوق انني نتوضع في سجن امني، ما اختلطتش مع السجناء. هو هادشي هذا هو الاحساس. كتوضع في زنزانه، وزنزانه في وسط من الطواليت ومعك الناس بزاف والاكتظاظ للاسف. حنايا علاش يعني ما بقاتش عندك الانتيميتي ديالك، وعاد ما بقاتش عندك الخصوصيه ديالك. تنتمناو ان الدوله تفعل هذا القانون ديال العقوبات البديله باش تحرر الدار، عطيو سوا الدار الطوموبيلتي للمحاميه، ما بقاوش يمشيو لفاس ومن اليد ليد عاد باش عطاوهم المحاميه. عاد باش علاش بقيتي حتى لشهر واحد عاد قلتي؟ ما قالوش ليا، لان كان في شهر 12 كان الوالد ديالي اللي كيجيني للزياره مع ولدو. ايوا خوك خويا من با ماشي خويا شقيقي، خوك. ما كبرناش، ما عمرنا ما كبرنا اونصومبل للاسف. ما شحال الخوت عندك اسوي؟ كاين غير هو كيتسمى خوك. كيتسمى خويا، ولكن شوفي يعني للامانه كان كيبقى مرزط عليك. أيه. انا اللي كنت كنشوفهم كل جلسه. وجا ومساكن وكان كيجي عندي الوالد ديالي وكنقول له با الله يخليك حتى واحد ما يقيس لي طوموبيلتي. انا عرفت راسي حيت باش نفسر لك، انا الليله اللي عيطوا لي البوليس اتصلت بالوالده ديالي قلت لها ماما عتقيني اجي لعندي غنعطيك ذهبي ونعطيك مسائلي خبيهم ليا وكاردي عليا. جات ماما للاسف كتستشر بزاف مع واحد صاحبتي ديال طنجه هي اللي كتسيرها، قالت لها صاحبتك هذه صاحبتي اللي حطيت عليها الراس فاش وقع المشكل هي اللي لقيت. نهار الاول فاش وقع المشكل ما لقيت حتى واحد، كانت الوالده ديالي سايب راسها كتكون على شريت الصاك، بقات لاصقه ماما مسكينه كتبقى تلصق غير في لي ديتاي. واش هذا مشكل ديال الصاك؟ هذا ماما بقات لاصقه في مشكل الصاك، علاش شريتي صاك 6 مليون انت اللي باغيه طيري كتعيشي كثر زعما. واش هذا المشكل كله هاد الروينه وولادك ما كاينينش معاك؟ حيت كنسمع الصاك هادشي كلشي على قبل الصاك. هادشي كلشي ماشي على قبل الصاك، انا عارفه بيني وبين راجلي ماشي الصاك اللي بيناتنا، حيت راجلي قادر يشري لي 20 صاك، ولكن الوالده ديالي قالت لك علاش حيت الشجار اللي وقع بيني وبينه علاش انا قال لي انا نشوف الكونت بانكير ديالك، وريت ليه الكونت بانكير ديالي شري شتي كتبرعي بلا بيا، اذا انا غنحبس عليك 21 مليون كان يعطيها لي باش نكمل بها شانطي اللي كنبني انا في بوسكوره دابا الشركه ديالي بالبني خلاص الموظفين زعما الناس اللي كانوا خدامين عندي. مع من كبرتي سكينه؟ انا والديا طلقوا فاش كانت عندي عامين، وكبرت مع جدي الباي ماما ديال ماما. كبرت مع عائله الام ديالي في الرباط في حسان حدا الضريح ديال محمد الخامس الله يرحمه، والحسن ثاني طيب الله ثراه. في هذاك الشارع زنقه ابي القراق هذيك فين ترعرعت سكينه بن جلون، ومدرستي قريت في سانكا بغيال كنت كنمشي ابي. وفاش انا درت 12 عام تزوجت الوالده ديالي مشات مع راجلها، ولكن كانت كتجي عندي. كنت عايشه ميسوره مع دار جدك؟ الحمد لله ماشي ميسورين، ولكن اكزاكتومون ماشي بداك الصوره ديال فقيره ديال قصه مهند وسهيله. قريت في احسن المدارس لانه عائله الوالده ديالي كانت ديك الساعات ما خلاونيش. كانت خالتي الله يرحمها اللي ماتت في 2020 الله يرحمها، كانت كتسفرني كل عام كنمشي عندها للخارج. ملي كانت عندي 10 سنين كتركبني في الطياير سريت العالم وانا باقا صغير. اييه الله يرحمها مسكينه. بفضل هاد خالتي هذه الله يرحمها اللي ماتت في كورونا وكنطلب ليها المغفره يا ربي. هي اللي كانت عندي السند الوحيد في حياتي، هي هاد خالتي. ملي ماتت لي بقيت وحيده. الوالده ديالي تزوجت براجل اخر، عاش مع ربيباتها 4. والزواج ديال ماما اثر فيك سكينه؟ اثر فيا بزاف. كنتي باغا تزوج؟ عمري ما قلتها ليها، ولكن الزواج ديالها تاثرت بزاف. كنت باقا صغيره وتاثرت بزاف. زوجات ما دارتش حاجه خايبه. صبرات عليا راه شي 10 سنين ولا 12 عام بلا زواج، ولكن حيت كان ديك الساعات المدونه الا تزوجت المراه قبل ما دار البنت 12 عام كيديها للراجل. كانت خايفه هي لا يديوها فوالا حتى بلغت السن ديال 12 عام عاد باش تزوجت هي وتزوج با. هي فاش با ولد هذا الولد الثاني جاب. دونك بقيت انا بابا كان كيشوفك كان كيزورك؟ بقيت وحدانيه وحيده، بقيت عايشه مع مرت جدي
هي اللي رباتني ومت. ماشي جدك؟ لا ماشي جداتي، بقيت عايشه مع مرض جدي اللي ماتت، هي اللي رباتني. وتدرت 18 عام. درت 18 عام تعرفت على الطليق ديالي، هو اول راجل كنعرفو في حياتي، درت فيه با وامي واختي وخويا وكلشي. واخا خلينا نساو ولقيت اليوم جداتي ماتت، يعني حتى هي ماتت، ديك مرات جدك، وخالتي ماتت وجداتي ماتت، بقى عندي غير هو. صافي نساو هو. دابا حنا نهضروا على الحياه في الحريه والفطور. صافي يا سلام. يعني انا في في ديك الفتره رمضان اللي تزوجات فيها امي انا درت راسي غير في القرايه، وكنت ديك سكينه القرايه اللي درجات حتى الكاتريام جيت الاولى في المغرب، حققت هذاك حتى توصلت سكينه بنت جلول المهندسه. لا انا راه قولي 18 عام تعرفت على راجلي ولا 19 عام، هي اللي شديت الباك مشيت لفرنسا ورجعت. ومن بعد جيت الاولى في المدرسه وصيفطوني هما نقرا في باريس نكمل في قرايتي، ومن بعد هو قال لي دخلي نتزوج بك، وتزوجت به. هو اللي قراني للامانه، هو اللي ردني مهندسه وهو اللي ردني دكتوره. هذه امام المغاربه نقولها صراحه. واخا سكينه عاودي لي على شحال 3 شهور؟ 3 شهور وكاشه عاودي دخلي نتزوج بك وتزوجت به.